انا لو بدالك انا خلاص يعني ما اتدخل لا بامور الدين ولا انه الالعاب حرام ولا كذا كذا. خلاص انا تبت اضل بحالي. خفت على نفسي، خفت على بنتي، خفت على عائلتي، ما قدرت والله. تركت ومشيت. يعني بس بتلعب ما عندك مشكله، يعني تدخل ما بنت عندي توقف مشكلة. معك باللوبي ما عندك مشكله. طيب هل هذا الشيء بترضاه انت على نفسك؟ كيف يعني ارضى على نفسي؟ السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أخوان؟ عساكم بخير. بدي أحكي عن موضوع مضي عليه تقريبا أسبوع، مشكلة صارت بين رايدن، أو بمعنى آخر مو مشكلة، يعني كلام صار بين رايدن وابن سوريا. أنا صراحة والله ما كنت بدي أحكي، بس في كتير ناس قالوا يا مليار أحكي وأحكي وكذا، ولما سمعت الكلام أنا قبل ما سمعته ولا عرفت شو سبب المشكلة أو الموضوع بالأحرى، فامبارحة هيك شفت الفيديوهات كلها وسمعت وكذا، سمعت كلام رايدن وسمعت كلام ابن سوريا. هلا أنا بتفق مع رايدن بنقاط وبتفق مع ابن سوريا بنقاط، وبنفس الوقت بخالف اثنين كمان، في نقاط بخالفهم فيها. هلا رح نسمع اثنين شو حكوا، بس بقى عندي هيك تعليق بسيط على كلام كل واحد منهم. اوكي خلونا نسمع مع بعض. بس هل انت يا رايدن بتحسن اليوم بتسوي الشيء اللي انا عم اقول لك عليه؟ بتحسن انك ما تلعن بالبث وما تشتم بالبث وما تسوي هي الامور اللي تكلمنا فيها؟ تستطيع انت اليوم كرايدن؟ انا كسامر لا استطيع، واخذ انا قرار حاولت خلص وما ترك هذا قدرت. الشيء او لا. إبرة أنت بتحسن يا إبرة؟ ما قدرت والله، حاولت حطيت حالي. بتعرف شو عملت سامر؟ قلت كل ما بدي اسب على اللايف، بدي اطلع واحد على اللايف ادعمه مثلا عشان انه اخاف على مصريه. ما قدرت، طب محاول قد ما فيني. طب أنتوا اليوم يا جماعة بتلوموني أنا كسامر إني ما بحسن، أنا بكمل بهذا المجال. خفت على نفسي، خفت على بنتي، خفت على عائلتي، ما قدرت والله. تركت ومشيت. هلك هي أول نقطة، موضوع السب والشتم بكل بساطة، وأعطيك إياها باختصار. لما بتكونك أخذ اللعبة شغل ما بيهمك هالموضوع خالص، وفينك تسيطر على حالك وما تسب. أنت لما بتاخذ اللعبة شغل بيهمك الإفادة المادية بس، تدخل تلعب تصور فيديوهات لتستفاد ماديا، مالك بالناس اللي موجودة فيها. واليوم رايدين، بس شوفوا يا شباب، ترى أنا ماني ضد حدا، والله بحبهم الاثنين اوكي، بس واحد يحكي الحق. يعني اليوم رايدين لعبه كله لايفات تمام، لما يلعن ويفضح اختك وكذا ومن الحكي هذا اوكي. انا هلا احيانا الناس بتسبني الي لما بيكوني عم بلعب، بردله اللي بيسبني. انا عندي مبدأ، شوفوا مبدئي بالحياة، اللي بيغلط علي اللي بيسبني بدي ردله اياها، بس ما بسويها شغلتي وعملتي. اذا واحد بينوكني والله على يفضح عرضك ويفضح ما بعرف شو اختك وما بعرف شو هالحكي هذا، هذا الكلام ما بيجوز. خذ اللعبة انت هدفك ماديا وبس. انا هيك اخذها صراحة، يعني ما بخبي عليكم. هاي اول نقطة، موضوع السب والشتم. خلونا نكمل. انت اكثر واحد اللي استفدت من هذا المجال. صحيح، كلام سليم. انا لو بدالك انا خلاص يعني ما اتدخل لا بامور الدين ولا انه الالعاب حرام ولا كذا كذا. خلاص انا تبت اضل بحالي، مالي بغيري. انا صرت اتوعى الناس انه على هذا اللعب حرام، انا هذا الشيء ما اسويه، انا كذا كذا، انا كذا هيك. طيب انت سؤالك يعني هذا، انت عم تسالني انه بدي اعرف انه شو السبب. ما انا لهلا ما وصلني السؤال. انت هلا حاليا عم تحكي عن اطباعي انا بس، والسؤال ما وصلني. انا بقول هو لك السؤال اللي بدي اجاوب عليه. انت تبت حلو، ما عاد تسوي مشاكل. نعم صحيح. عدت عن السوشيال ميديا ليش؟ لانها حرام، لان صحيح. فلوسها لا حرام. انا مو بعدت عن السوشيال ميديا، انا بعدت عن المجال ما بقى دخلت منه مصاري، يعني وقفت ليش؟ الاعلانات. قلت صرت تطلع وتصرح انه حرام هذا الشيء. نعم. بس انت صرت تطلع اخر فتره كثير وتصرح انه هذا الشيء حرام. انت عم تخرب على الناس، عم تسترزق من وراء هذا الشيء. طيب يعني مثل انه بمبدأ انه انت شايفني ان انا عم بعمل هذا الشيء رياء مثلا، عشان اوضح سؤالك مثلا. تقريبا. هلا موضوع الحلال والحرام، يعني لا أنا ولا أنت ولا رايدين ولا غيره بيحسن يفتي فيه. في ناس أهل علم أهل معرفة هي اللي بتفتي، اللي بتقلك حلال ولا حرام. بس لما بيكون محتواك نظيف أخي، أنت داخل عم تلعب بس، ما عم تغلط على حدا، ما عم تأذي حدا، ما أنك مقصر تجاه رب العالمين بشي. فاليوم لما بيجي ابن سوري بيقول والله اعتزلت بس لأنه موضوع حرام واللعبة حرام وما بعرف شو، فينك بكل بساطة أنت يا ابن سوريا، الناس كانت تحبك إلك كشخص، بتحبك للعبك، فينك تدخل تلعب تورجي الناس لعبك. انت وعم تلعب توعي الناس على مواضيع على كذا. يا شباب هالشي هذا ما بيصير، هالشي هذا كذا ما بيصير. يا شباب لعبوا اللعبة، ما حدا عم بقول لكم لا، بس لا تقصروا مع رب العالمين، لا تأذوا حدا باللعبة، لا تسبوا، لا كذا لا كذا. بس اليوم انت لما اعتزلت ولما رحت، مين بدي يحاكيهم؟ يعني الناس كانت تحبك وكانت تسمع منك، بس لما اعتزلت مين راح يقول لهم؟
بس خلص اعتزلت وصرت بعدين تطلع تعمل فيديوهات على يا شباب حرام وما حرام وما بعرف شو. هلا احكي لكم انا برأيي في سبب تاني لاعتزال سامر وانا بعرفه بس ما بدي احكي عنه لانه هذا مو موضوعي. بس برجع بكرر اعتزالك يا سامر بسبب موضوع الحلال والحرام غلط بغلط. كان فينك المفروض تكمل وتوعي الناس باعتبار كان عندك مشاهدين كتير، يعني كان عندك مشاهدات حلوة، كان عدد كبير من الناس يتابعك ولحد الآن طبعا الله يوفقك ونتمنى لك كل خير. كان غلط بغلط موضوع اعتزالك. فلما بدك تعتزل بالنسبة لموضوع الحلال والحرام بعد ما تعتزل برأيي ما بحق لك تحكي عنه. لو بدك تحكي عن الحلال والحرام اللي عم بصير باللعبة كان فينك تحكي وانت باللعبة جوا مشان اللي لسه عم يلعبوا يسمعوك، لأنه هلأ في كتير ناس بعد ما اعتزلت انت ما عاد يشاهدوك، يعني صاروا يشوفوا فيديوهاتك بس ما بيشاهدوها كلها، ما عاد يهمهم لانه كانوا يتابعوك مشان اللعبة بس. اما لو انك كنت باللعبة وتحكي عن هالمواضيع هاي راح يكونوا عم يشاهدوك وراح يسمعوا كلامك كله. هذا برأيي انا. خلونا نكمل. طب انا عندي سؤال يا رايدن، هل انت بتصد عن سبيل الله يا سمح الله؟ اكيد لا. طيب لا، انا كانسان فاتح بس ان العالم سالتني بحق لي جاوب ولا لا؟ لا بهذا الشيء لا، لانه ما رح شلون تخسر لا؟ ما كثير. بحق لي انا اني جاوب، انا ما بحق لي اني نبه خلص بركي ليش عسى اعتزلت؟ مثل ليش اعتزلت؟ يعني بتقدر بكل بساطه انه انا تعبت، صار لي قديم. انت صار لك 5 سنين وكل الناس تعرف 6 سنين 7 سنين. انا تعبت من هالمجال، بدي خلص انا ده بعد عن السوشيال ميديا اروح اشتغل طيب اشوف حياتي. والشخص اللي بعده موجود بهذا المجال؟ سؤال رايدن هون اجى بمحله. ليش اعتزلت؟ مزبوط كلامه. ليش اعتزلت؟ بحق لك تجاوب، بحق لك تسأل، بحق لك تحكي عن الموضوع اللي بدك اياه، اوكي؟ بس خلال تواجدك باللعبة ما فينك مثلا بعد ما اعتزلت ومثل ما حكى رايدن بعد ما اكتفيت، الله يرزقك طبعا نحن مو ضد هالكلام هذا خالص، بس انه ليش بعد ما اكتفيت ومشي حالك تطلعوا على حلال وحرام ما بعرف شو. وقال رايدين اخي الناس بدها تستفاد، الناس بدها تشتغل. اليوم مثل انا اخي لما اخذ اللعبة شغل وما بيهمني شو عم بصير باللعبة، ماني مقصر مع رب العالمين بشي، بدخل بتسلى بلعب بطلع بهدف الاستفادة ماديا. وين الغلط بالموضوع؟ انا لا عم بحرض على هاد وهاد، انا ما عم بخلي الناس تعلق مع بعضها، انا ما بغلط على حدا باللعبة. وين المشكلة بالموضوع؟ اوكي خليك باللعبة واحكي اللي بدك اياه واسأل اللي بدك اياه وجاوب على اللي بدك اياه. هذا برأيي والله يا شباب. خلونا نكمل. رايدن انت السؤال حيكون محرج طبعا وما بدي اياك ايوه تشخصن الموضوع، بدي اياك تاخده بروح رياضيه وتجاوبني عليه على اللي موجود بداخلك. طبعا كلياتنا نحن مرت بحياتنا اخطاء، المفروض من الانسان يتعلم من الغلط وما بقى يعيده. انا بالنسبه لي السؤال اللي حاسالك اياه انا سويته من قبل، ولكن انا الحمد لله رب العالمين مالي قائم عليه اليوم، بس انا بدي اسالك انت اللي قائم عليه. انت لحد الان بتلعب مع بنات على البث صح؟ يعني تقريبا. يعني بس بتلعب ما عندك مشكله، يعني تدخل ما بنت عندي توقف مشكله. معك باللوبي اه ما عندك مشكله. اه. طيب هل هذا الشيء بترضاه انت على نفسك؟ كيف يعني ارضى على نفسي؟ يعني انت بترضاه على نفسك انه حدا من اهلك او حدا من عيلتك يطلع بالبوبجي او يدخل ويحكي مع شاب؟ انت يمكن بلشت شوي تسأل اسئله مو محرجه. هي لا مو انا كارثه. قلت لك انا بدي اعرف كيف عقليتك، وبنفس الوقت بده يكون فيها فايده للمتابع اللي عم يشاهد، انه شو المغزى انه انت بتلعب مع بنت. طب لما تلعب مع بنت انت اليوم كانسان مسلم لازم يكون في عندك غيره على المسلمين وبنفس الوقت غيره على اهلك. طب انت شلون بترضى هذا الشيء على الناس وما بترضى على نفسك؟ انا بدي اسالك سؤال، انت بترضاه على نفسك؟ هلا هون بنجي على الموضوع الأهم. أنا طبعا قصيت الصوت، ما حطيت جواب رايدين، تمام؟ لأنه بتوقع أغلبكم فهمتوا من ردة فعل رايدين لما سامر سألوا هذا السؤال. أنا ضد هالموضوع إطلاقا، لأنه بالفعل يا ناس يا شباب يا أخوان، هلا أنا ما بحط هون اللوم على رايدين بس لأنه بيلعب مع بنات، وأنا بنفس الوقت بلوم البنات اللي عم تلعب معه واللي بيعرفوه عز المعرفة انه هو لايف. هلا بغض النظر هو كيف لما بيلعب مع بنات كيف بيحكي او اذا بيسب او كذا، هون اللوم الاكبر على البنت اللي عم تلعب. انا بلوم البنت ما بلوم رايدين. وفي نقطة كمان يعني ابن سوريا حكى عنها، يعني هو اقله شو المقصد، يعني شو المقصد انك اليوم انت عم تلعب مع بنت. رايدين ما جاوبه. اليوم رايدين مو مضطر يلعب مع بنت. ليش؟ العالم بتحبه لرايدين، العالم عم بتتابع رايدن إله، ما بيهمه مين اللي عم بيلعب معه، عم بيتابعوا إله. بده يشوفوا الناس لما عم بتشاهد رايدن عم بتشاهده، بده يشوفوا لعبه، بده يشوفوا شو هو عم بيسوي، كيف عم بيلعب، كيف كذا. ما بيهمه إذا لعبت معه بنت ولا ما لعبت معه بنت. يعني اليوم رايدن
يعني مو بحاجة يجيب بنت ليعمل دراما أو ليجيب مشاهدات أو كذا، والله مو بحاجة أبدا، ما شاء الله عليه. فأنا برجع بكرر أنا ضد هالموضوع هذا والله. يعني أنا اليوم عدم المؤاخذة إذا برضاها على أهلي برضاها على بنات الناس. فأنتوا والله ما بعرف شو رأيكم، بتعتبروا هالشي عادي ولا بتعتبروه غلط؟ خلونا نكمل آخر نقطة بدي أحكي عنها. يا سامر انت بعد ما اكتفيت صرت تحكي. لا لا، مو بعد ما اكتفيت صرت احكي، انا بعد ما بدك اكتفيت. تنور لي عباده رب العالمين قدامي لقيتها هي اهم. انا بعدني اليوم فيني طور المجال وفيني بعدين. حلو 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 كتير انه في انسان ممكن يكتفي ويتوب، شيء جميل ترى، هي نقطه ايجابيه وليست سلبيه. اكيد لا، اكيد لا، اكيد انا لا اعارضك. انا بس سؤال، انت تعرف انه هل هذا الشيء يحق انه حرام؟ للانسان انه بعد ما اكتفى او كان عم يشتغل شغل حرام لا لازم نحن نقول له انت ما بصير تتوب لانه انت اخذت مصاري، رجعنا اللي اخذتهم. يا اخي مثل انا بدي اروح، يا اخي انا بدي اصير مطرب، اروح اصير نعم. مطرب، تمام؟ نعم. الغناء والمطرب كله هاي حرام حرام. اروح اصير طيب مطرب، والله اجمع فلوس اجمع فلوس، وانا عارف انه هذا الشيء حرام، بس اضرب طيب هدف اقول من هنا ل3 سنين بدي الم 10 طب هل مليون هو دولار يعني بيعرف من وأتوب. البدايه انه حرام؟ هلا سامر وكلكم اياها من عندي، شوفوا ترى هو يعني حتى لما كان يلعب اللعبة كان بده يحكي على حلال وحرام، بس ما كان فينه لأنه إذا بدي يحكي اللعبة هون بدها تعتبرها تحريض عليها. فهون اللعبة شو بتسوي؟ بتضرب حقوق طبع ونشر لسامر، أوكي؟ فممكن هذا السبب اللي ما كان يخليه يحكي، وكلياتنا صرنا نشوف بعد ما ترك اللعبة صار يحكي. وبالنسبة لموضوع المصاري، هذا الكلام يا رايدن ما فينك انت تحكي عنه، بده ناس اهل معرفة، اهل علم. يعني ممكن الزلمة حكاها كان مثلا ما بيعرف مثلا انه كانت هاللعبة مثلا مو ظابطة معه وطلع مصاري منها وكذا وكذا. يعني مع كل هالمصاري اللي طلعها مثلا يروح يكبها او يحرقها بالنار. واذا بدنا نحكي مثلا انه اذا هالمصاري حرام، معقول مثلا يا ترى اذا بده يروح مثلا يتبرع فيها لناس بجوز هالشي هذا؟ ما بعرف انا، يعني هذا الكلام ما بعرفه. يعني بجوز يتبرع لناس او لاشخاص او لمثلا جمعيات خيرية بمصاري وهو بيعرفها حرام مثلا؟ انا ما بعرف طبعا، يعني في ناس بتفهم اكثر مني بهالموضوع. فموضوع المصاري اللي طلعها هذا الشيء بيرجع بينه وبين ربه. وبالنهاية يعني هي مجرد لعبة، ونحن بإيدنا فينا نحللها وبإيدنا فينا نحرمها لما ملتزمين باللعبة ولا عم نغلط ولا عم نسب، وملتزمين بعبادتنا وما مقصرين مع رب العالمين. أنا برأيي ما فيها حرمانية، ولا الحرمانية بالموضوع. أما إذا بدنا ناخدها مثل هالناس اللي عم تشوفوها بالفيديوهات، ومثل هالناس اللي عم بورجيكم اياها انا اللي عم بواجهها سب وشتم وكذا، اكيد يعني ما بدها ثلاثة يحكوا فيها انه حرام، تمام؟ فهذا كان كل شيء والله يا اخوان. انتوا اكتبوا لي شو رايكم انتوا. اتوقع اغلبكم، انا تاخرت لعملت الفيديو، تمام؟ صراحة ما كنت بدي اعمله، بس عملت الفيديو بناء على طلب المتابعين والله. اكتبوا لي انتوا شو رايكم بكلام رايدن، وشو رايكم بكلام سامر، وبرايكم انتوا مين معه حق، سامر ولا رايدن؟ وبرأيكم اللعبة مثلا بشكل عام محتاجة كل هالدراما وكل هالحكي وكل هالأخذ والعطاء؟ حبايبي انتوا، هذا كان كل شيء بالفيديو. ما تواخذوني إذا حكيت كتير أو إذا طولت عليكم بالفيديو، بس يعني حاولت أختصره بقدر الإمكان، وهذا اللي طلع معي. اي والله يا أخوان، حبايبي انتوا كونوا بخير وصحة وسلامة، وتحياتي.